السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدت لكم بفيديو جديد وردة فعل جديدة. هذا المرة عن المخترع الجزائري. اخترع آلة تقلل من الحوادث السير المميتة. والله مشاهدينا الكرام، اختراع في المنطق وفي الزمان المناسب. خلينا نكتشف مع بعض مشاهدينا الكرام هذا الفيديو الرائع والجميل. مخترع جزائري جهازا خاصا للحد الله من عليك يا أضرار ابن حوادث الجزائر، المرور. ما شاء الله الجهاز تبارك يثبت الله. تحت كراسي السيارات والشاحنات والقطارات، ويتمثل هذا الإنجاز في مزلقة توضع تحت لولب السكة لمقبض من الحديد الخفيف أو الصلب المقاوم من الكربون. يعمل هذا الجهاز ميكانيكيا أو كهروتقنيا في أثناء الصدمات الأمامية أو الجانبية التي تتعرض لها المركبة، حيث تتحرك كراسي السيارة إلى الخلف أو إلى الجوانب. ونلفت عناية مشاهدينا ومتابعينا طبعا عبر أثير MBC FM أن هذا برنامج هو MBC في الاختراع الأسبوع الجميل خصص مشاهدينا جائزة الكرام. مالية قدرها 20,000 درهم شهريا للمبتكرين والمخترعين، علما والله أن مشاهدينا الجائزة الكرام، نصف من المواطنين يموتون في الطرقات، حتى سموها بينما حرب الجهاز أمامي الطرق. مثبت تحت كرسي السيارة أو الشاحنة، يحتوي على مزلاقتين حركتهما متوازية، فعندما يتلقى المقبض الصدمة يحرك الله المزلاقتين يستر إلى كل الوراء المسلمين ويفتح والمسلمات مقفل الباب الخلفي من حوادث الذي يفتح المرور. بأمن. فإذا كانت الصدمة جانبية يسارا أو يمينا وقوية، فإن الباب المصدوم يؤثر على كرسي الراكب ليتحرك جانبيا نحو الكرسي الآخر الذي يصطدم وفق قياس المجال بين كرسي كل من الراكبين. مركب من صفيحة حديدية. السمك تاعها يكون من 4 ملم إلى 7، على حسب هيكل السيارة. مثلا السيارة الصغيرة وين لا ديستونس من المسافة قليلة، راح نديروا السمك يكون 4 ملم. وين تكون المسافة شوية كبيرة، وين احنا نزيدوا في السمك تاع الصفيحة. يتبع هذا النظام الميكانيكي اتجاه الصدمة، حيث يتميز بحركته التناوبية في حال وقوع اصطدام جانبي أيسر أو أيمن على أبواب أو مطالة السيارة. وتضم كل مزلقة لولبا لاصقا مع أسفل الخط الحديدي المناسب، يمكن أن يمتد إلى مسافة معينة، يراعي حركية العدد المقابل والجانبي داخل السيارة وموضع كرسي الراكب. راح يكون إذن تخفيف على الاول وين كان الثقل ما يخليش الصدمه قويه تنقص، وكاين عنيفه بزاف بزاف راح يخلي الكرسي يتحرك. هذا الجهاز الميكانيكي مزود بنظام أوتوماتيكي يستشعر الخطر قبل وقوع حادث مرور، ليحفظ سلامة حياتك بنسبة 70%، ويصبح الضرر أقل بكثير. وهنا انتهى الفيديو مشاهدينا الكرام، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. أودعكم وداع الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.